الفنان السوري جهاد عبده الحاصل على شهادة في الهندسة المدنية ترك النجومية والفن السوري برفقة زوجته الفنانة والمحامية فادية عفاش، حيث غادر سوريا عام 2011. عمل في مركز ثقافي وبعدها عمل في توزيع الورد، ومن ثم عمل في توصيل البيتزا. فحاولت أول شيء أني أتطوع بمكتبة مركز ثقافي لحتى أبدأ بهذا العالم. شفت أنه ما راح أقدر أكمل، رحت باتجاه توزيع الورد، بعدين على المطعم، اشتغلت في مطعم إيطالي، بعدين اشتغلت موزع للبيتزا. وبعدها عاد إلى التمثيل بطريقة جديدة ونشر أعماله على عدة مواقع أمريكية لفتت الأنظار إليه، وعرض عليه العديد من الأعمال، حيث شارك في عدة أفلام عالمية أبرزها مع النجم توم هانكس في فيلم هولوغرام للملك، ومع النجمة نيكولا كيدمان في فيلم ملكة الصحراء، وشارك في عدة أفلام قصيرة منها فيلم بون فوياج الذي حاز على جائزة الفارس الذهبي في مالطا إيطاليا لأفضل فيلم قصير. نحن ماشيين غلط. والآن أصبح عضواً في نقابة الفنانين الأمريكيين، وقد أصبح أحد نجوم هوليوود واسمه الفني جاي عبده. باب الحارة، أهلا يا حبيبي، يا هلا باب الحارة. بيج فان.